السلام عليكم مشاهدي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخر فيديو كنت نزلت مؤخرا تكلمت على واحد السيده اللي قصه واقعيه حقيقيه، وهي جات عاودتها لنا بنفسها. وفي نفس داك الفيديو واحد السيده لاحظت واحد التعليق قالت لك يعني حتى هي كان وقع ليها تقريبا نفس المشكل. وانا بصراحه منين جيت كنبحث لقيت على انه هاد الصحاب السماوي هما يعني راه ليسوا بمشعوذين ولا سحره ولا كهنه، ولكن هما اشخاص كينصبوا على الناس بطريقه كيتحايلوا على عباد الله باش كينصبوا. دابا ولا التشفرت بطريقه فنيه، كما تنقولوا كيمثلوا كيتقنوا التمثيل. ونعاود لكم واحد القصه اللي صارتني بزاف ديال واحد السيده، باش هادشي كنعاودو باش نكونوا على بال. فالانسان اللي كيعرف الشر يعني باش الانسان يتقي الشر، باش الانسان يتقي الشر. هادشي علاش كنعرفوا الحاجه الخايبه باش المهم باختصار الكلام، هذه واحد السيده مشات تقدات الخضره، تقدات التقديه ديالها وجايه بحالتها لدارها. تلقى مع واحد السيد، السلام عليكم، قال لي عافاك اختي واش ما كتعرفيش دار القران فين كاين؟ بشوف زعما الحيل باش كيجيوك عن طريق الدين. وحنايا راه نيه وحده، حنا غير كنسمعوا شي حد عنده علاقه بدار القران ولا عنده علاقه بالمسجد دغيا كنثيقوا. قالت لي لا ما عارفاش، قالت لي زعما راه ما عارفاش فين كاين دار القران. شي شويه هو يجي واحد السيد اخر حتى هو قال له عافاك اخويا دار القران هذا واش كاين شي دار القران؟ هو يقول لي والحمد لله بعدا من الناس كتسول في دار القران وكتسول في المساجد، راه مازال كاين الخير في الامه، مازال كاين الخير في امه محمد. هادشي باش يتلبسوا على السيده، هما راه متفقين بيناتهم. المهم قال لها جي انت سميتك قال له واش انت غادي للصيدليه؟ قال له انت ما كتولدش؟ قال لي سبحان الله، قال لي فاش عرفتي؟ قال لي المهم داكشي ديال الله، قال لي ما نقولوش هادشي هذا، قال لي هادشي داكشي معطينا من عند الله سبحانه وتعالى. قال لي انت ما كتولدش وجاي الفرماسيان. قال لي فعلا داكشي اللي قلتي هو اللي كاين، سبحان الله العظيم. قال لي انت سميتك فلان؟ قال لي فعلا، قال لي انا سميتي فلان. وصافي سبحان الله وبقى يستغرب. قال لي شوف، قال لي سيدي، قال لي انا ما متفاكش معاك، قال لي ما تقولش لي، قال لي عرفتي سميتي وعرفتيني فين جاي وعرفتيني انا ما كنولدش، يعني قال لي انا راه ما متسكش معكم، راه غير تيمثلوا على السيده باش تكونوا على بال. دابا ولاو كيكونوا عصابات وكيبدا يمثلوا عليك، وحنايا كنثيقوا، حنايا نيه وحده، ولكن كل واحد غادي يجازي على الفعل ديالو، لانه غدا يوم القيامه يبرى الا هزيتها لبنادم ولا بيضه وحده، الا سرقتيها الانسان غادي تجي غدا يوم القيامه يبرى الا هزيتيها الانسان او لا بيضه، راه غادي تجي توقف لك قدام عليك وغادي تحشمك قدام الملأ الاعلى. المهم قال لي شوف، قال لي دابا الا بغيتي، قال لي انا كتبانوا ليا نتوما ولاد الناس، ولا بغيتوا الغرض ديالكم يتقضى هضر بعدا كاينه مع السيد. قال لي عندك 20,000 ريال في جيبك؟ قال لي ايه. قال لي ارى ديك البركه اللي عندك وارى البورطابل ديالك. وقال لي دابا غادي تمشي، قال لي غادي تمشي غادي تحسب شحال ديال الخطوات وغادي تقرا قول اعوذ برب الفلق قول اعوذ برب الناس. وقال لي وغادي ترجع، هي هذيك منين مشى قال لي وغادي تبان لك شي حاجه. وداكشي اللي دار، مشى كيقرا المعوذات ويقول ديك السيده، قال لها شوفي، قال لها الا جا لقى شي علامه راه هاد السيد فيه النيه، راه الغرض ديالو غادي يتقضى ليه. قال لي الا جا ما بالي حتى هي هذيك هو جاي هو يرجع. قال لها شنو شفتي؟ قال لي شفت واحد النور وسمعت دري كيغوت، دري صغير. قال لي صافي انت الغرض ديالك راه تقضى لك. قال لي هاك البركه ديالك، شد التليفون ديالك وشد الفلوس ديالك باش يامنوا السيده بان حنا ماشي شفاره. ايوا هي هذيك، وهو يقول ديك السيده، قال لها انت عندك الحساد؟ قالت لي لا ودي زعما انا عادي ما عندي لا حساد. قال لها واش كاين شي واحد في الدنيا ما عندوش الحساد؟ قال لها شوفي، الا بغيتي الغرض ديالك يتقضى لك بعدا قبل المساله ديال السميه، فاش كانوا هازين لها القفه لان قالوا لها ما يتمكنش نخليوك وانتيا هازه الثقل، حنايا رجال ونخليوك هازه الثقل. هي ديك هو يهز ليها داك الثاني اللي جا، هو اللي هز ليها القفه. شي شويه هو يسبق داك الاولاني، اللي تنقولوا هذاك هو اللي في يديه البركه، سبق
هي هذيك منين تلا هو يسول قال لها سماك الله لالا سماك الله لالا قالت ليه سميتي عائشه سميتي عيشه صافي قالت لها انا السميه ديالتي هو يتلا عاوتاني الاخر هو باش يقول لي راه سميتها. المهم ملي تلاقى معاه قال لها انت سماك الله انت يا سميتك عيشه قالت لي اييه قالت لي سبحان الله العظيم قالت لي باش عرفتي سميتي هو راه داك اللي قال لي راه السميه ديالتها. صافي قال لها غادي اريها لالا ديك البركه اللي عندك اري ديك البركه اللي عندك وقال لها راه التليفون عندك قالت لي راه قالت لي زعما راه هادشي اللي عندي وداكشي قال لها واش اختي لا ناكل لك رزقك قال لها راه انا اللي غادي نعطيك ماشي انت اللي غادي تعطيني قال لها انا اللي غادي نعاونك وانا اللي غادي نعطيك. وصافي هي هذيك وعطات لي ديك البركه عطات لي التليفون قال لها غادي تمشي تحسبي شحال ديال الخطوات قال لها غادي تقراي قول اعوذ برب الفلق قول اعوذ برب الناس وتبقاي ساده عينيك. هي هذيك قال لها راه قالت لها سميتي قال لها صافي غادي تمشي دابا من هنا لقدام قال لها غتحسبي شحال ديال الخطوات وقال لها راه قال لها صافي باش انت الغرض ديالك الاغراض ديالك كلها غادي تقدالك. صافي هي هذيك منين هي رجعات لقاتهم مشات القفه مشاو دوك جوج رجال ما بقاوش بانوا يعني باش تعرفوا بانهم كينصبوا بالحيال راه ما كاين لا السحر لا التعويذ لا السماوي راه كاين غير التقوليب تيقولبوا بنادم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واللي بغيت نوصل للناس كيخصنا نثيقوا في الله سبحانه وتعالى. علاش نعتمدوا على الناس بانهم هما اللي في يديهم الرزق ولا هو اللي غادي يجيب لك الرزق ولا هو اللي غادي يفتح لك الابواب ولا هو اللي غادي يعطيك الاولاد ولا يعني راه حتى حنا الايمان ديالنا ضعيف. كون كان الايمان ديالنا قوي ما غاديش نثيقوا بهذوك الناس اللي غادي واحد اللي غادي يجي يقول لك الا درتي كذا كذا غادي شكون هو الرزاق هو مثلا اللي يجي يقول لك راه رزقك غادي تزاد ودوك الفلوس اللي عطيتيهم ليا راه غادي تصدوبلو هذوك الفلوس يعني الا درتيهم في البلاصه المكاني راه غادي تصدوبلو وغادي يوقع لك. فنردوا البال الله يجازيكم بخير. هادشي ولا كثير بزاف في المجتمع ديالنا بزاف ديال الناس تنصب عليهم بهذه الطريقه ديال السماوي ما كاين لا السماوي ما كاين غير التقوليب. واحد السيده مسكينه شدات 10 ديال المليون ديال الورثه حيد داوها ليها حتى هي ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا خاصنا نفيقوا شي شويه اللي جا سولك ولا شي حاجه الانسان يحاول يتهرب من الناس. انا هادشي اللي بان ليا في هذا الزمن هذا الانسان يتهرب من الناس. واحد الانسان ما كتعرفوش ما تمشيش معاه ما تناقش معاه ما تركبش معاه. اي شخص بغى يقدم لك شي خدمه ولا بغى يدير فيك شي خير فالانسان نسال الله السلامه والعافيه. اللهم لا تص... انا سنقول يعني اي واحد كلنا ما كاينش شي انسان ما عندوش مشكل ما كاينش شي انسان ما عندوش شي هم. الانسان يطلب الله سبحانه وتعالى فاذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. لا احد لا زعما حتى واحد ما كيملك في يديه الرزق ليك ولا السعاده ديالك ولا من غير الله سبحانه وتعالى. والانسان كاع اللي عنده شي هم ينوض في الثلث الاخير من الليل. ما عمرك تعول على شي بنادم ولا شي حاجه كيصدق بنادم مشموت الله يحفظ ما عمره ما ينساها. وبحال هاد السيده مسكينه عندها اليتامى واحد السيده عندها اليتامى وهذا ويدي لك رزقك ديال سنين صغيره كثرت النصب راه كثار بزاف وكل واحد كيتفنن بالطريقه ديالو. وانا براسي وقعت لي واحد الخطره جات عندي واحد السيده الله يغفر لنا ولها جات عندي قالت لي واشنو دابا راه الانسان كيبغي ينصب عليك كيحاول يسول عليك وكيحاول يعرف. الانسان اللي كيبغي ينصب عليك راه كيسول عليك وتيعرف لك التفاصيل ديال حياتك عاد كيجي باش يقول بك ماشي غير كيجي وهذا. المهم هاد السيده هادي مشات للجامع انا معروفه الحمد لله كندير الدروس في المساجد. مشات للمسجد وسولات عليا سولات شكون هي ديك اللي كدير الدروس سولات على السميه. صافي جات لعندي قالت لي خديجه جيت عندك المقصود قاصده مقصودك ومقصود الله. هما راه كيتفننوا حتى في الهضره كيفاش كيهضروا هذا. قالت لي شوفي راه صيفطوني عندك الناس في المسجد قالوا لي راه ديك السيده هي اللي غادي توقف معاك وهي كذا. هي هذيك قلت لها شنو المشكل عندك؟ قالت لي انا الله يجزيك خير عندي ولدي غادي يدير عمليه وغادي يفتح على القلب ودابا الا ما خاصني دابا يفتح انا قاصداك ومقصود الله خاصك تعاونيني. قلت لها مرحبا قلت لها انا غادي نعاونك بداكشي اللي قسم الله. صافي مشيت عطيت ليها داكشي شي بركه عطيتها لها
صافي عطيت ليها داكشي اللي قسم الله، وهي ما عجبهاش الحال. المشكل انا دخلت على لداري، ايوا وكلتها وشربتها وصليت فيها. هي هذيك وهي تقول لي لا راه هادشي قليل. عرفتي فاش قالت لي هادشي قليل تصدمت، قلت هادي واش شنو باغا؟ قالت لي الله يجازيك بخير، قالت لي بغيتك زعما تطلبي لي، انت غادي تطلبي لي الناس باش يعاونوني، الناس اللي كتعرفي والناس المساجد كلشي، انت باش تجمعي لي هاد المقدار. دابا قالت لي هاد العمليه دابا غادي تكون، والكار دابا غادي يمشي. المهم زربانه السيده. قلت لها مرحبا، قلت لها ولكن قلت لها عطيني الاوراق ديال هاد ولدك اللي غادي ديري ليه العمليه، عطيني الاوراق. قلت لها باش يصدقوني الناس، لان راه واخا كندير الدروس الناس غادي يقولوا هادي باغا تجمعي الفلوس لراسها. قلت لها غادي تعطيني الدليل على انه غادي ديري العمليه، عطيني الوريقات ديالو وصافي، ما يكون غير الخير ان شاء الله. انا نتوصلك عند الناس. ايوا صافي هي ما عجبهاش الحال. وشنو دارت؟ مشات للجامع، قالت لهم صيفطاتني عندكم الاخت خديجه. قالت لهم راه صيفطاتني عندكم الاخت خديجه باش تعاونوني، باش شوف زعما تاع حراميات ديال بنادم الا بغى يضحك على. قلت لهم راه صيفطاتني عندكم الاخت خديجه. ايوا صافي حتى دوك الناس عاونوها، شي عطاها 4000، شي عطاها 8000، شي واحد السيده قالت لي راني، قالت لي انا قالت لي ما دخلتهاش لداري، قالت لي عطيت ليها الفلوس وعطيت ليها الماكله. قالوا الاخت خديجه راه زعما راه الثقه تما كدير الدروس. ايوا صافي هي هذيك. حتى جيت انا للجامع وكيقولوا لي صيفطي لينا واحد السيده وعطيناها وهذا، واتصلت بيا ثاني واحد السيده قالت لي راه ديك السيده راني تهليت فيها كذا كذا. وصافي بقيت انا كنتفاجئ، قلت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وشنو دارت دابا السيده؟ مشات ثاني دوزات واحد 6 شهور ولا 5 شهور، انا بقيت عاقله عليها. من تما كاينه ما بقيتش كنحل الباب حتى كنشوف شكون، حيت حنايا عندنا الباب وعندنا فيه الشرجم. داكشي علاش زعما كنصح مزيان ديك الدواره اللي كتكون في البيبان، كتعرفي بدا كاينه بنادم شكون اللي واقف عليك عاد كتحلي الباب. صافي انا غير حليت الشرجم، بانت ليا هي، عطيتها في سبيل الله يتقبل، عطيت ليها شي بركه وسديت عليها الشرجم، ما دخلتش مازال داري، عرفتها بانها كتكذب. وهكذا هذيك هي الطريقه ديالها. ومشات عاوتاني لواحد المدينه وتلاقت مع واحد السيده من العائله ودارت ليها نفس الشكل. وهذيك السيده عاقت بها، قالت لها دخلت عليك بالله، ماشي حشومه عليك تبدي تقولي على ولدك على عمليه وفيه مرض كذا وفيه. قلت لها ما عرفتيني الله يبتليك بزاف ديال الامراض وهذا. قلت لها ايوا، قلت لها انا ما درتش هكاك ما غاديش نترزق وما غاديش يعطيوني الناس الفلوس، ولكن خاص الانسان يبيع الانسان القزبور، يبيع الانسان نعناع، ويعيش الانسان بالحلال، ولا تدخل بزاف ديال الفلوس وكلهم حرام. من الاخير كنبغي نقول للناس يردوا بالهم، وكنقول لهاد الاشخاص اللي كيحتالوا على الناس وكينصبوا عليهم اتقوا الله. الانسان يتقي الله سبحانه وتعالى، راه الدنيا فايته، والانسان غادي يجي واحد اليوم غادي يلقى الله سبحانه وتعالى. وتيقول لك الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وتيقول الله سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الانسان دائما يفكر اشنو وجد لغدا. هادشي اللي كاين، كنطلبوا الله سبحانه وتعالى الله ينجينا ونجيكم. والانسان دائما يكون على بال، الانسان يتخذ بالاسباب، يتوكل على الله، الانسان يكون على وضوء، يدير الاذكار ديال الصباح والمساء، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. هادشي اللي كاين. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكو.